السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل سلطة المكرونة النهاردة، حاجة كده رائعة جدا. وجبة غدا كده جنب الأكل، وجبة عشاء لجوع آخر الليل. كلها خضروات كده وحاجة مفيدة جدا بجد. حاجة رائعة جدا وغير طعم الخرافة. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل الناس منا شيء ولا شيطان منا نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك وتعليق الجميل اللي بيسعدني. ويلا بينا عشان نشوف الجمال والحلاوه دي اتعملت ازاي. معايا كيس مكرونه 400 جرام مسلوق من حوالي 80 ل 85%. مش بحب المكرونه تكون مسلوقه قوي، وهقول لكم ليه دلوقتي. معايا بقى مجموعه من الخضروات كده على الجبن، واللي موجود عندك والمتاح في بيتك تقدري تحطيه. ربنا يجعل الخير كله عندك. معايا خيار مخلل متقطع شرايح رفيعه، ومعايا زيتون كمان مخلي متقطع شرايح حسب ما انت ما بتحبي. ده طبعا الملح بتاعنا عشان انا مش هحط ملح. معايا فلفل الوان احمر اخضر اصفر، ومعايا خيار مخلل خيار اخضر. اسفه، معايا خيار اخضر بتقطع شرايح. ومعايا طماطم كمان شايله القلب بتاعتها، واخده بس الجلد من بره كده الناشف ده، متقطع مكعبات صغيره. وبصل اخضر، جبنه موتزاريلا متقطعه شرايح. معايا قطعتين سلامي كانوا موجودين عندي في التلاجة، شوحتهم كده بمعلقه زيت كده عشان تدي نكهه حلوه. وجبنه رومي مبشوره، جبنه رومي. ده طبعا انا واخده معلقه من كل حاجه، او معلقتين على حسب الكميه اللي انت بتحبيها. عايزه خضار اكتر من كده حطي، عايزه تقللي زي ما انت عايزه، واللي موجود عندك في بيتك حطيه. مش شرط تحطي كل الحاجات دي، تقدري تحطي نوع واحد بس من الفلفل حبه، تحطي كله زي ما انت عايزه. معايا كده ايه، 3 فصوص كبار كده، 4 فصوص من الثوم كده. ومعايا روزميري او اكليل الجبل حسب ما انتوا بتسيبوه عندكم. انا جايباه فريش، لو مش عندك الفريش تقدري تحطي الجاف الموجود حسب المتاح عندك، جاف او اخضر زي ما انت عايزه. ومعايا عصير ليمونه، هحط كده في الكبه بتاعتي كده او الهاند بلندر بتاعتي الثوم وقطع الاكليل الجبل او الروزميري الاخضر بتاعي. وزي ما قلت لكم لو مش موجود عندك الاخضر تقدري تحطي المجفف بتاعك. طبعا انا مش بحب اسلق المكرونه قوي عشان خاطر ما تعليش السكر في النشويات العاليه بتعلي السكر في الدم وبتخن. فطبعا كل ما تخلي المكرونه مش مستويه قوي مش بتخلي الجسم يتخن او يكتسب النشويات اللي فيها. وتخلي، انا بحب يبقى فيها ندغه بسيطه كده. لو انت بتحبيها مسلوقه قوي زي ما انت عايزه، بس انا بحب فيها ندغه بسيطه خالص كده. نضفت الروزماري وشلت بس الحتت الناشفه اللي فيه، القطع الخضراء بس اللي سبتها، والناشف فيه سبته. شلته ونضفته. همسكه بقى ضربته في الكبه زي ما انتوا شايفين كده في الهاند بلندر لحد بقى ناعم خالص معايا. وهنزل بيه ونجهز بقى ايه الصوص اللي هيخش بقى في المكرونه. عايزاكم بقى تتخيلوا الريحه بتاعت الثوم والروزماري كده عامله ازاي مع بعض. بصراحه كانت رائعه جدا. نزلت كده بعصير ليمونه، ومعايا كمان معلقه كبيره من الصويا صوص او دبس الرمان اللي موجود عندك حطيه. انا هحط دبس الرمان واحط صويا صوص، معلقه من كل حاجه منها. ولو انت متاح عندك حاجه واحده بس حطي. وهنزل كمان كده ب3 معالق كده من زيت الزيتون. لو متاح عندك، مش موجود عندك تقدري تحطي زيت بقى عباد شمس، زيت ذره، اللي موجود عندك حطيه. نزلت كده بالزيت بتاعي 3 معالق من زيت الزيتون. بجد الريحه بقى، تخيلوا معايا الريحه يا جماعه، والطعم طعمها كان رائع جدا. تحبي تحطيها كده في سفرتك جنب اي وجبه كده لجوع اخر الليل زي ما انت عايزه. هكمل كمان 3 معالق من الزيت عباد الشمس. طبعا زي ما قلت لك لو مش موجود عندك زيت زيتون تقدري تستكفي بس بنوع واحد بس من الزيت. حطيت رشه كده من نص معلقه صغيره من البابريكا، وهحط كمان رشه من الزنجبيل، وحطيت رشه من الشطه، دي حاجه اختياريه لو انت مش عايزه تحطي شطه. ورشه كمان من الفلفل الاسمر. وابتدي اقلب ايه الصوص بتاعي اللي هيتشرب بتاع المكرونه بتاعتي. شموا بقى الريحه يا جماعه، ريحه رائعه جدا بجد. كان طعمها خطير جدا بصراحه. جوع اخر الليل دي بقى عملتها فيها انا واولادي، كانت رائعه جدا. انزلي بقى بمعلقه من الجبنه الرومي او الجبنه التركي حسب ما انت ما بتسميها عندكم. لو موجود عندك لانشون سلامي بسطرمه اي حاجه اللي موجوده عندك. والجبنه الموتزاريلا بتاعتي والبصل الاخضر وقطع الطماطم كده، انا شايله القلب بتاعها ومقشراها. يعني دوقي بقى وحطي بقى مليانه خضروات كتيره كده يا جماعه. حطي خضار فيها كتير اللي موجود عندك وتحبيه. عايزه تحطي جزر كمان مبشور حطي جزر مبشور.
خيار المخلل بتاعنا والزيتون والفلفل الالوان بتاعنا. الخيار بقى كان مديله طعم رائع. الخيار الاخضر بتاعنا ده، تكه القرمشه بتاعته كده مع المكرونه والخضار كانت مخليه طعمه حلو قوي. انا بعد كده كمان كترت خيار، بعد ما صورت قطعت قطع خيار كمان، خيارية كمان عليها، كانت مديها طعم حلو قوي بجد يا جماعه. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا والله، جميله جدا. وهتعتبر مفيده لاولادنا بقى في اي وقت كده جعانين. اي وصفه تقدري تحطيها بقى بدل الاندومي والحاجات اللي بيعملوها دي، جربي لهم الوصفه دي هتعجبهم جدا. انزلي بقى بالصوص بتاعنا اللي احنا عملناه وقلبيه بقى فيها شويه كده، وسيبيها لمده 10 دقايق لحد ما تتشرب من الصوص اللي احنا عملناه ده. وكلي والف هنا وشفا بجد، وادعوا لي واكتبي لي بقى في الكومنت بقى ايه رايكم في وصفه النهارده. ومستنيه تطبيقاتكم، والف هنا وشفا. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم، تكون حاجه خفيفه كده على قلبكم. قلبت بقى كل وصفتي زي ما انتم شايفين بالجمال كده، لحد ما تجانست كلها وتشربت من الصوص بتاعي وكل الخضار بتاعي. وجيت في الاخر رشيت رشه بقدونس او رشه كزبره، اللي انت بتحبيه حطيه عليك. قلبت كده والف هنا وشفا. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي الجميل بيسعدني بجد. الوصفه حلوه جدا وتستحق التجربه. الف هنا وشفا. وانتظروني في فيديوهات تانية. ولكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنه، في رعايه الله وحفظه حبيبي. مع السلامه.